قال لك هيلغوا الدوري المصري، الموسم ده هيتم إلغاء الدوري المصري. ومش أي صحفي قال الكلام ده، لأ، ده صحفي اللي بيغطي أخبار الاتحاد المصري لكرة القدم وبيغطي أخبار رابطة الأندية المصرية مع إبراهيم فايق. ويجي صحفي تاني معاه في نفس البرنامج يقول لك الخبر اللي قاله ده 100% صحيح. يعني ايه الدوري المصري السنة دي يتلغي؟ وايه هي الأسباب اللي تخليهم يفكروا في إلغاء الدوري المصري؟ قال لك من ضمن الأسباب إن كابتن حسام حسن بيفكر زي محمود الجوهري في سنة 90 وإن هو لغى الدوري المصري علشان منتخبنا اللي هيشرفنا في كأس العالم. وقال لك في نفس الوقت يا سيدي احنا مضغوطين والجدول عامل ضغطة كبيرة، وفي نفس الوقت في أندية هتهبط. قال لك لا، ما ينفعش دول يهبطوا، احنا بدل ما نخليه 21 فريق نخليه 24 فريق، فيبقى مجموعتين 12 و12. طب ويا هل ترى في مصلحة مين إلغاء الدوري لو ده حصل المرة دي؟ هل في مصلحة الزمالك؟ استحالة، ده الزمالك في المركز التاني دلوقتي وهيبقى الفرق ما بينه وما بين سيراميكا نقطة. الزمالك اللي عمال يعاني والمفروض ان هو ياخد المركز الاول او التاني علشان يوصل لدوري ابطال افريقيا اللي ما دخلهاش بقاله 3 سنين. حضراتكو دلوقتي الزمالك في عرض حبل حد يشده ويقول له يا سيدي ادخل بطولة زي دوري ابطال افريقيا وخد منها فلوس وخلي اللعيبة تجيلك، قال يعني هيدفع قضايا وقف القيد اللي عليه. هل هي في صالح الاهلي؟ تعال ركز فيها كده. الاهلي بملياراته وفلوسه الكتير جدا 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 اللي ملهاش ولا حصر، وكمان في كلام طالع بيقولك ان الاهلي عنده ازمة دولارية، وبعقوده زي زيزو واشرف بن شرقي وتريزيجيه وخناقه امام عاشور ومشكله امام عاشور، واللعيبه كلها اوضه اللبس دلوقتي بدات تفكر بطريقه مختلفه، ازاي ده فلان ياخد اكتر مني وازاي ده فلان ياخد اكتر مني. ومع ذلك الاهلي المركز الرابع في الدوري وبيقدم اداء باهت جدا جدا جدا، غير لعنه الاصابات. يعني انت جايب لعيبه بملايين الملايين، مجموعهم مليارات، بيتصابوا إصابات عضلية، المفروض إن هم بياخدوا فلوس كتير جدًا علشان ما يصابوش الإصابات دي. ومع ذلك طلع علينا ناس من اتحاد الكرة المصري قال لك إحنا أصلًا عمرنا ما فكرنا في حاجة زي كده. يا ترى مين اللي بيقول فيهم الحقيقة، ويا ترى مين بيقول فيهم الفالصو؟ تفتكروا فعلًا لو تم إلغاء الدوري هيبقى لمصلحة مين؟ الزمالك طبعًا هينزل الكونفدرالية كالعادة، هيبقى التالت والرابع لأن الدوري اتلغى، هيلعب بقى هو يلعب تاني أنا مالي. لكن الأهلي لو الدوري خلص وهو في الرابع أو الخامس هتبقى كارثة، كارثة كبيرة لو الزمالك خد الدوري بالناشئين والشباب وما جابش ولا صفقة، في حين إن الاتحاد السكندري اللي بينافس على الهبوط جايب صفقات ولعيبة أحسن بكتير من الزمالك. والأهلي وبيراميدز بملياراتهم وسيراميكا بصنعتها عمالين يعني يكتسحوا كل اللعيبة اللي في السوق المصري. ومع ذلك تخيل لو الزمالك خد الدوري، لو تم إلغاء الدوري هيبقى ضد مصلحة الزمالك طبعا رقم واحد، وهيبقى في مصلحة الأهلي وبيراميدز أكيد مليون المية. وسيراميكا طبعا مش فارق معاها بلا ياخدوا ده، إذا كان صفحة سيراميكا على الفيسبوك يقول لك لو الأهلي ما خدوش آخده أنا، يعني هو ده اللي بيفكّر فيه، لو الأهلي ما خدش الدوري آخده أنا، مش مثلًا يقول لك مش أنا لو ما خدتوش الأهلي ياخده، لا، لأ، قال لك لو الأهلي ما خدوش آخده. بصراحة السوشيال ميديا بنشوف عليها حاجات كتيرة غريبة وعجيبة، زي مثلًا تلاقي واحد شغّال في قناة رياضية شهيرة جدًا، قناة أون سبورت، قناة أون سبورت، واحد كان صانع محتوى أهلاوي بيطلع على قناة اون سبورت يحلل ويتكلم وكل الكلام ده، والمفروض ان هو بيصنع محتوى ليه علاقة بكرة القدم، طالع بيعمل فتنة وعصبية ويقول لك الزملكاوية المدلسين اللي بيقولوا على زيزو ان هو حصان بيجري في الملعب على الفاضي وعرضيات على الفاضي. شوفوا زمان كنتوا بتقولوا عليه ايه؟ طب هو انت حضرتك سيادتك يا جهبذ
يا اللي بتقول علينا مدلسين، أنت ذات نفسك كنت بتقول عليه بالونة، أنت ذات نفسك كنت بتقول عليه حسين الشحات أحسن منه بمراحل، أنت ذات نفسك كنت بتقعد تقول مش عايزينه، زيزو مش عايزينه مش هيفرق معانا في شيء، وكنت بتقول ده على إمام، وكنت بتقول ده على بن شرقي، وكنت بتقول ده على كل اللعيبة اللي جبتهم، واللعيبة بتاعتي بقت عندك مغرقة الفريق كله، دلوقتي أنت اللي بتدافع عنهم، ليه؟ لأن دي قيمك ومبادئك، دي قيمك ومبادئك يا أستاذ، دي قيمك ومبادئك. الموضوع الجديد الغريب اللي دلوقتي عامل تفكير عميق وعامل خناقات على السوشيال ميديا، وهو تغيير وزير الرياضة أو وزير الشباب والرياضة. طبعًا الزمالك عاش مع وزارة الشباب والرياضة يعني حقبة صعبة جدًا، من مثلًا هنقول من 2004، 2005 كان الوزير ساعتها كان زملكاوي اللي هو حسن صقر، خالد عبد العزيز كان زملكاوي، وأشرف صبحي كان زملكاوي. والمشكلة إن هُم بييجوا ما حدش فيهم بيساعد الزمالك في حاجة، وأنا كزملكاوي باقول لك أنا مش عايزك تساعدني، أنا طالب منك العدل فقط. يا ترى الوزير الجديد اللي هييجي هيبقى زي أشرف صبحي كده لو الأهلي انسحب من ماتش هيروح لكابتن محمود الخطيب ويقول له معلش حاول تيجي، ومع ذلك كابتن محمود الخطيب كسفه وما سمعش كلامه وما لعبش الماتش وانسحب وأجّل له ماتش الجونة، هيبقى عامل كده زي لو الأهلي بيفتتح جراج هيروح يفتتحه. يا ترى الوزير الجديد هييجي عامل إزاي؟ في كلام كبير جدًا على جوهر نبيل، جوهر نبيل في زملكاوية كتير أوي فرحانة إن جوهر نبيل جاي مع إنه أهلاوي، وفي أهلاوية كتير جدًا زعلانة إن جوهر نبيل جاي مع إنه أهلاوي، قال لك بس جوهر نبيل عنده مشاكل مع محمود الخطيب، وجوهر نبيل اتهم مجلس إدارة النادي الأهلي إن هم بيخالفوا قيم ومبادئ النادي الأهلي. طب يعني بُص هاقول لك على حاجة وخُدها حلقة في ودنك، وهو ده اللي هيحصل، اللي عايزه الأهلي هيكون، اللي عايزه الأهلي هيكون، شعار الأهلي فوق الجميع ده مش زي ما بيقولوا صالح سليم شعار الأهلي فوق الجميع جميع أبنائه، اللي عايزه الأهلي هيكون، لو جبت لي مين لو جبت لي مين مش على مزاجي أو مش هيخدمني، أنت عارف اللجان هتعمل فيه إيه. فيعني أنا مش عايز الزملكاوية يفرحوا ولا عايز الأهلاوية يزعلوا، واللي عايزه الأهلي هيحصل في الآخر أيًا كان إيه هو، أيًا كان إيه هو. قال لك رانيا علواني، ورانيا علواني كاتبة تويتة بتشكر فيها ربنا، وممكن رانيا علواني طبعًا رانيا علواني كان عندها مشاكل مع مجلس إدارة الأهلي، كتبت مرّة إن جمهور الأهلي ما بيفهمش في الكورة والّا حاجة زي كده، يعني مش فاكر يعني حاجة فيها معناها كده. رانيا علواني لو جات هيبقى نفس الفكرة، هيبقى في مشاكل ما بينها وبين جمهور الأهلي وإدارة النادي الأهلي. بُصّوا يا جماعة، كابتن طاهر أبو زيد جه في يوم من الأيام وهو أهلاوي حُمّى، أهلاوي من أي حد طاهر أبو زيد ده يا جماعة، طاهر أبو زيد ده أنا أبويا الله يرحمه كان بيحكي لي عنه يعني أكتر لاعب أهلاوي كان بيكيّفه هو أسأله حتى كنت أقول له أكتر من محمود الخطيب، يقول لي أكتر من محمود الخطيب، قال لي لو ركّزت مع طاهر أبو زيد ده يعني ده أكتر لاعب كان نِفْسه ييجي الزمالك. طاهر أبو زيد الراجل شاف خطأ واضح في النادي الأهلي واتكلّم عنه وعزل مجلس إدارته وتم عزله هو شخصيًا. يعني دي حاجة ما تخلّيناش أصلًا يبقى عندنا أمل أو في أي حاجة هتصلح كرة القدم، يعني ما حدش يفكّر في الموضوع ده أصلًا، يعني ما حدش يبني آمال لإن أنا عارف إحنا جمهور الزمالك بنبني آمال كبيرة أوي أو بنبقى عايزين نفرح على أي حاجة، فلو جالك وزير هيطبّق العدل، إحنا هنفرح طبعًا لمّا يطبّق إحنا مش عايزين أكتر من إن إحنا ناخد حقنا، إحنا مش عايزين أكتر من إن ناخد حقنا، زي مثلًا الأهلي لعب ماتش يوم السبت، هيلعب بُكرة مع الإسماعيلي يوم الأربع. في حين إن أنا لاعب الحد، فأنا هالعب مع سموحة الأربع، وقال لك مبدأ تكافؤ الفرص، والزمالك اتعجن العجنة دي، لعب الحد والأربع، وهيلعب السبت مع كايزر تشيفز، وهيلعب التلات الساعة 14:30 ماتش سيراميكا كليوباترا اللي من غير جمهور، ومع ذلك وقال لك سيراميكا كليوباترا معترضة وقدمت احتجاج
إزاي نلعب الماتش زي ده؟ قال لك لأ، بس سمية كليوباترا ما قدّمتش احتجاج كده، ما سمية كليوباترا عايزة إيه؟ سمية كليوباترا بتتأكد إن الماتش بدون جمهور، لإن هُم مش عايزين يا عيني يكسروا القاعدة ويدخّلوا آلاف من الصنايعية السيراميك إن هُم يحضروا جمهور سمية كليوباترا. أنا أعرف طبعًا إن جمهور سمية كليوباترا عبارة عن مشجع واحد باشوف له فيديوهات غريبة الشكل واللون والحاجات، تحس يعني إن نادي سمية كليوباترا ده من 1905 وإحنا مش عارفين. فماتش الزمالك وسيراميكا الساعة يوم التلات الساعة 14:30 ما أعرفش مين اللي هيتفرّج عليه ده ولا مواعيد صنايعية ولا مواعيد مدارس ولا مواعيد جامعات ولا مواعيد أي حاجة في الدنيا الساعة 14:30 ده، وكمان الجو بقى حَر، يعني الموسم الشتوي فجأة خلص، فصل الشتا فاجئنا وخلص وإحنا مش عارفين إيه اللي بيحصل بالضبط. على العموم حظ سعيد لنادي الزمالك بُكرة إن شاء الله في مباراته أمام نادي سموحة. والكويس إن عبد الله السعيد راجع، بزيرة راجع، نتمنى عودة محمد عواد بدل الهاني سليمان ومحمد صبحي اللي بيقدموا حنكشة في حراسة المرمى غريبة، يعني مش فاهم يعني إحنا بنعلّي على الأهلي، إحنا شايفين محمد الشناوي بيعُك في الأهلي، فإحنا إيه بقى نقول ليه، إحنا عندنا اللي بيعُك أكتر منه، محمد صبحي، هو كده، هو إحنا لازم نعلّي على الأهلي في الفشل. يعني نشوف هو فشل في إيه أو ما بينجحش في إيه، لا، أنا لازم أعلّي عليه وأثبت إن أنا باعرف أفشل أحسن منّه، فبس هو محمد الشناوي مش في حالته والأهلاوية بيتريقوا عليه ما بيعرفش يمِد إيده وما بيضربش ابنه عشان ما بيمدّش عليه إيده وكل الكلام اللذيذ الخفيف اللي دمه خفيف ده، نقوم إحنا جايبين محمد صبحي وهو مُصاب يلعب بالعافية، وهُم جايبين محمد صبحي بدون أي سبب، كان عواد مكسّر الدنيا في السوبر المصري وعامل مباراتين جامدين جدًا، عندنا ماتش مع كايزر تشيفز بعديها قعّد محمد عواد ولعّب محمد صبحي وكايزر تشيفز يدخّل فيه الجون في الثواني الأخيرة عشان محمد صبحي مسك الهوا بإيديه، مسك الهوا بإيديه، فربنا يستر علينا وهنشوف إيه اللي هيحصل بكرة في مباراة سموحة، مباراة مهمة جدًا، 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 أنا يهمني يا جماعة الدوري. أنا واحد يهمني الدوري، أنا بقى ولا يهمني كونفدرالية ولا دوري المدارس ده كله، أنا يهمني الدوري فقط. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، كان معاكم مصطفى الدالي، سلام.